السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي محمود وأنا اسمي منة. أهلا بيكم في قناة فهمناكو. النهاردة معادنا مع المحاضرة الرابعة، والنهاردة هنقفل الدورة المحاسبية بالقوائم المالية. وقبل ما نبدأ، انزلوا بسرعة تابعونا على الفيس والإنستجرام والتيك توك، وخشوا جروبات الواتساب والتليجرام اللي في الوصف. ركز معايا جدا، لأن أول دقيقة في الفيديو ده هي مراجعة شاملة على كل اللي فات، من أول المحاسبة لحد ميزان المراجعة. في أول 3 محاضرات عرفنا إن المحاسبة بتبدأ بالidentification والrecording، وشرحنا الaccounting equation الأساسية والموسعة، وعرفنا إزاي بنسجل في الجورنال ونرحل للledger ونعمل الترايل بالانس. وبالبلدي كده لخصنا ازاي تفتح دفاتر مشروعك وتحدد مين المدين ومين الدائن وتتأكد ان حساباتك موزونة في الآخر. أما بالنسبة لسؤال التحدي اللي فات، فالدفتر اللي بنسميه دفتر القيد الأولي هو طبعاً دفتر اليومية أو الجورنال. صح يا دكتور محمود، لأن ده أول مكان بتلمس فيه المعاملة المالية الورق قبل ما تطرحها لأي حتة تانية. طيب، بما إننا اتأكدنا خلاص إن حساباتنا متوازنة في ميزان المراجعة، يجي بقى وقت إننا نستخدم الأرقام دي ونحولها لتقارير ليها معنى وقيمة. وده بالظبط موضوعنا النهاردة، القوائم المالية. موضوعنا النهاردة هو القوائم المالية مصنفة أو Classified Financial Statements، ودي تقارير بتوضح وضع الشركة المالي في توقيت معين. وعشان نفهم يعني إيه تقارير مصنفة يا شباب، خدوا ال3 أمثلة دول. من المثال الأول، تخيل القائمة دي زي كشف حساب مفصل بيعرفك إيه اللي ليك وإيه اللي عليك بالمليم. المثال الثاني، كأنك بتعمل جرد وتقسم حاجتك لحاجات هتفضل معاك سنين وحاجات هتخلص بسرعة. المثال الثالث، هي المراية اللي المستثمر أو البنك بيبص فيها عشان يقرر يديك قرض ولا لأ. التقارير دي مش ورقة واحدة وخلاص، لأ، دي مجموعة قوائم. خلينا نبدأ بأول 2، ودول اللي بيكشفوا قصة أداء الشركة: قائمة الدخل وقائمة حقوق الملكية. هنبدأ بأول حاجة، الانكم ستيتمنت أو قائمة الدخل. القائمة دي بتجاوب على سؤال واحد بسيط ومهم: الشركة كسبت ولا خسرت خلال فترة معينة زي شهر أو سنة مثلا. الموضوع أبسط ما تتخيلوا، والثلاث أمثلة دول من الواقع هيوضحوا الفكرة تمام. المثال الأول، اعتبرها ميزانية بيتك آخر الشهر، بتشوف قبضت كام وصرفت كام، واللي اتبقى معاك في الآخر ده هو صافي الدخل بتاعك. المثال التاني، زي صاحب الدكان بالليل بيجيب ورقة وقلم ويشوفوا باع بكام واشترى بضاعة بكام عشان يعرف كسب ولا خسر النهاردة. المثال التالت، دي شهادة أعمال السنة بتاعت الشركة، بتقول لنا الشركة دي شاطرة وبتكسب ولا محتاجة تذاكر شوية عشان عندها خسارة. تاني قائمة معانا هي الأونرز Equity Statement أو قائمة حقوق الملكية، ودي بقى بتورينا نصيب صاحب الشركة بالظبط كام بعد ما نسدد كل الديون اللي علينا. يعني بتوضح ثروته من المشروع ده زادت ولا قلت خلال الفترة دي. أكيد يا محمود، خلينا نفكر فيها ب3 طرق دول. أولاً، دي زي صافي ثروتك، يعني كل اللي تملكه ناقص كل الديون اللي عليك. ثانياً، تخيل إنك اشتريت بيت بقرض، قيمة البيت بعد ما تسدد كل أقساط البنك هي دي حقوق ملكيتك فيه. ثالثاً، لو الشركة دي تورتة، فحقوق الملكية هي آخر حتة في التورتة اللي بياخدها صاحبها بعد ما كل الناس تاخد حقها. تمام، كده فهمنا إزاي بنقيس المكسب والخسارة وفهمنا حصة صاحب المشروع. دلوقتي بقى جه الوقت إن نلم فيه كل ده ونشوف الصورة الكاملة. في قيمة واحدة بتجمع كل حاجة عشان تدينا لقطة شاملة لوضع الشركة المالي، وهنا بنتكلم عن Classified Balance Sheet أو الميزانية العمومية المصنفة. بنقول عليها مصنفة لأنها بترتب الأصول في مجموعات والالتزامات في مجموعات، وده بيخلي فهمها أسهل بكتير. والأهم إنها زي ما تكون صورة فوتوغرافية لوضع الشركة المالي في يوم معين بالظبط. زي ما احنا شايفين كده، القائمة دي ليها جانبين. على الشمال في الأصول أو الأسيتس، ودي كل حاجة الشركة بتمتلكها، وعلى اليمين في الالتزامات وحقوق الملكية أو liabilities and owners equity، ودي كل الديون اللي على الشركة زائد حصة صاحبها. ولو ركزتوا هتلاقوا إن مجموع الجانبين لازم يكون متساوي بالملي، وعشان كده اسمها ميزانية. أكيد عشان نتخيل القائمة دي دايماً اسمعوا ال3 تشبيهات دول. المثال الأول، تخيل إنك خدت صورة في لحظة معينة لكل فلوسك وممتلكاتك، وفي نفس الصورة حطيت كل ديونك، هي دي الميزانية. المثال الثاني، دي عاملة زي بطاقة الرقم القومي للشركة، فيها كل تفاصيلها المالية في تاريخ محدد. والمثال الثالث ببساطة هي كفتين ميزان، كفة فيها كل اللي الشركة بتملكه، والكفة التانية فيها كل الفلوس اللي عليها للناس ولصاحبها، ولازم الكفتين يفضلوا قد بعض بالظبط. طيب، بعد ما شفنا شكل الميزانية العام، يلا بينا بقى نغوص في تفاصيلها. هنبدأ بالكفة الأولى، الأصول، يعني كل اللي الشركة بتملكه. الأصول أو الأسيتس بتتقسم نوعين أساسيين:
النوع الأول هو الأصول المتداولة أو ال current assets، ودي ببساطة هي الكاش وأي حاجة نقدر نحولها لكاش أو نستخدمها في خلال سنة. والنوع التاني هو الأصول طويلة الأجل أو ال long term assets، ودي الممتلكات اللي الشركة بتستخدمها لأكتر من سنة. بالظبط، والفرق اتضح قوي بالأمثلة. اسمعوا معايا. الأصول المتداولة زي الفلوس الكاش اللي في درج المحل أو البضاعة اللي على الرفوف واللي هتتباع قريب. أما الأصول طويلة الأجل فدي زي المبنى نفسه بتاع المحل أو العربية اللي بنوصل بيها الطلبات، دي حاجات بنستخدمها سنين طويلة. خلاص فهمنا كفة اللي لنا. دلوقتي وقت نبص على الكفة التانية من الميزان، الالتزامات أو كل الديون اللي على الشركة. وبنفس طريقة الأصول بالظبط، الالتزامات أو liabilities بتتقسم لنوعين بنفس المبدأ. عندنا الالتزامات المتداولة أو ال current liabilities، ودي الديون اللي لازم تتسدد في خلال سنة. وعندنا الالتزامات طويلة الأجل أو ال long term liabilities، ودي الديون اللي معادة بعد أكتر من سنة. أكيد الفيصل هو مدة السنة. شوفوا الأمثلة دي عشان توضح الفكرة. الالتزام المتداول زي فاتورة الكهرباء اللي لازم تدفعها الشهر ده، أو الفلوس اللي عليك للمورد اللي جابلك بضاعة الأسبوع اللي فات. أما الالتزام طويل الأجل فده زي قرض مدته 5 سنين خدته من البنك عشان تكبر مشروعك، أو القسط بتاع المبنى اللي هتدفعه على 20 سنة. وبكده بعد ما فهمنا الأصول والالتزامات نكون خلصنا جولتنا جوه الميزانية العمومية وغطينا أهم حاجة في القوائم المالية. ودلوقتي جينا الوقت الخلاصة وسؤال التحدي. عاش يا أبطال، كده خلصنا أهم القوائم المالية. وزي ما شفنا الهدف من كل التصنيفات دي مش إننا نعقد الدنيا، بالعكس الهدف هو التبسيط، عشان أي حد يقدر يبص على القوائم دي ويفهم بسرعة الشركة دي قادرة تسدد ديونها ولا لأ، وهل هتقدر تكمل وتكبر ولا لأ. دلوقتي وقت سؤال التحدي. سؤالي ليكم هو: إيه هي القايمة اللي بتعرفنا نتيجة نشاط الشركة من ربح أو خسارة؟ هستنى إجابتكم في كومنت، وأول إجابة صح هقول اسمها الفيديو الجاي. ما تنسوش اللايك والشير والجروبات اللي في الوصف. سلام يا أبطال قناة فهمناكو.